السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كده معانا اكلة شتوية، معانا فول مدشوش، معانا خضرة، معانا فلفل، معانا بصل. طبعا حبايبي طالبينها مني وانا ما اقدرش اتاخر. هما يعني قليل كده اللي مش بيعرف يعملها، فانا بقى الحمد لله بفضل الله عليا بعرف اعملها. فان شاء الله كده هعملها لهم ونشوفها مع بعض، يا رب تعجبكم. معانا حطينا الخضرة، حطينا بصل، حطينا جرين فلفل، هنحط فصين توم ونسيبهم يستوي الاول. طبعا البصارة يعني اكلة مغذية، فيها كل حاجة حلوة، فيها بصل، فيها الخضرة، فيها الفلفل، فيها التوم، فيها كزبرة. طبعا حطيت على البصارة ديت، كان معانا البصارة ربطة كزبرة، ربطة بقدونس، وربطة شبت، وحطيت عليها برضو شوية فلفل اسود، شوية ملح، شوية كزبرة ناشفة، وشوية فلفل احمر ومرقة. وحطيت بقى المية وسبتهم يغلوا مع بعض لحد ما الفول اتهرى. بعد ما حطينا ان شاء الله المية دي كده معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، دي كزبرة ناشفة، شوية صغيرين فلفل احمر، وشوية ملح، دي كمون، شوية كمون، شوية ملح. هجيب برضو مرقة هحطها عليها. هنسيبهم بقى يعني على نار عالية كده يستووا، ونضربهم في الخلاط. كده معانا مرقة عفروكة حلو، هغطي عليهم واسيبهم يستووا مع بعض. البصارة فيها كل حاجة حلوة والله، يعني ناس كتيرة ما بيعرفش يعملوها، ناس كتيرة بيحبوها برضو، ونرجع ايام زمان كده يعني. اكلات زمان والله ما فيش احسن منها. كده استوت، يعني استوت، سبتها تبرد. هخرط بصلتين احمرهم تقلية واضربها في الخلاط، وهرجعها على النار شوية على ما البصلة تتحمر، تكون هي تجلد كده، بقت تقيلة، وحطها في الاطباق. دي كده الخلاط، بس هي كانت سخنة، نسيبها تبرد برضو. كده ضربناها في الخلاط والبصل كان على النار. انا هظبط الملح بتاعها، لو عايزه شويه ملح، عايزه حاجه بظبطها. بس كانت عايزه شويه ملح صغير حطيت لها، وظبطت الملح بتاعها. هي بتبقى تقيله مش بتبقى خفيفه. احنا حبايبنا كده طلبوها منا، فمش نقدر نتاخر. عندي حماتي ربنا يخليها بتحبها، وعندي امي وعيالي فبعملها برضو، فعشان كده عامله كميه كبيره. لكن انتوا لو حبيتوا تعملوا نص كيلو، ربع كيلو، برضو اللي انتوا تحبوه، يعني كل واحد وبيعمل على قده.
مش لازم تعملوا يعني الكمية الكبيرة دي. مع ان والله لو طلعت كمية كبيرة يعني دول كده الحلة اللي قدامكم دي طلعت سبع اطباق، 7. هحمر البصلة، دول بصلتين كبار هحط نصهم في في البصارة ونصهم على الوش. بسم الله كده، نصلي على النبي كده واحنا بنعمل برضو الاكل ربنا بيبارك فيه. حمرها كده. البصلة اتحمرت اهي، هقسم نصها احط بس معلقتين كبار للوش وهحط الباقي في قلبها. ما تنسناش بقى في اللايك والاشتراك كده، ولو في اي معلومة برضو تحبوا تقولها لنا يا ريت تقولها لنا، او شايفين اي يعني اي حاجة في الفيديو قولوا لنا برضو، احنا عيلة كده مع بعضينا. بسم الله كده، هقلبها تقلبتين واطفي عليها. ولو في اكله كده من بتوع زمان برضو اللي حابب عايز نعملها له يقول لي برضو، وانا تحت امركم. يعني الاكل زمان برضو انا ليا فيه بحبه يعني. هقلبها بس قلبتين واطفي عليها. هي البصاره بدنت يعني بدنت طول ما هي على النار تقلبي فيها شويه كده اهي، تقلت اهيت. ولازم ايدي فيها عشان ايه ما تلزقش في الحل. كده جبت الاطباق. بسم الله، وانا بحط لازم اقلب كده. ولو في اي حاجة برضو في الفيديو يا ريت تقولولي، لو في اي مثلا اختلاف في الكلام اي حاجة يا ريت تقولولي. يعني احنا برضو ايه يعني اي غلطة كده نعملها احنا مع بعض برضو. نسمي الله كده ونحطهم. انا كنت معلش كنت بجيب اطباق، يعني انا ما رحتش بعيد كنت بجيب بس اطباق. انا رحت فين؟ خلصي يا ستي، خلصي يا ستي انت طققينا. نمسح بس الاطراف. أنا كنت بظبط الكاميرا بس. يا ستي يلا يا ستي يلا حطي البصل. هنرش البصل على الوش. تعمل ايه دي يا وليه؟ يعني بابا ابني بيكلمني كده وانا في المطبخ فبيجي يعطلني، فبابا ارد عليه، فمعلش ان انا بابا واقفه كده ايه. احنا بنرسم لوحه كده، لوحه في البصار.
لو مش رشيت البصل على الوش، يعني عندي ابني والله بيروح منقي التقلية كده واكلها. والله هي خفيفة كده بس، يا رب يعني يكون الفيديو كده يعجبكم، ولو في اي تعليق بقى اكتبولنا. انا برضو التعليقات كده، يعني لو في اي اختلاف مثلا كده اي حاجة، عشان نبقى مع بعض كده، يعني نحس ان احنا بنعمل حاجة. ما تنسناش بقى في لايك واشتراك كده. كانت دي البصارة معانا. السلام عليكم ورحمة الله.